تفتكروا ليه الفترة دي في كلام كتير قوي عن الأنساب، وناس بتتكلم في الدولة دي عربية والدولة دي مش عربية زي ما بيقول المعتوه ده، وغيره من صناع محتوى كتير، وكل واحد بيهبط حسب اللي هو عارفه، ويلا زيطة بقت زيطة والله يا ابني. هفسر لكم الموضوع باختصار شديد على قد ما اقدر يعني أنا مش عارف هعرف أجمعه لكم في الحلقة دي لوحدها ولا إيه، بس ماشي. يمر الوقت بقى لحد ما يجي عهد نوح عليه السلام، ويجي الطوفان وياخد كل من أشرك بالله، لأن كان اتطور بهم الأمر من معاصي وذنوب لكفر وشرك بالله سبحانه وتعالى وبعد عن ربنا خالص يعني. فجاء الطوفان وشال كل دوت وخلى من على الارض بس هم المؤمنين بالله، ايا كان بقى من البشر او من غيره. اللي فضل بقى هنا مين في سفينه نوح عليه السلام، وركزوا معايا في الحته دي بالذات لان دي هي بقى صلب الموضوع، بس انا جبت لكم الموضوع من اوله يعني. اللي فضل في السفينه من البشر هو عدد قليل جدا، المؤرخين ذكروه ان هو اعداد مختلفه يعني، كل واحد كان على اختلاف، ولكن بقى الاسماء اللي هقولها لكم دلوقتي هم اللي تعتبر كده ذريتهم عايشه لحد يومنا ده. واولهم سام بن نوح، وحام بن نوح، ويافث بن نوح، ودول تقدر تقول عليهم كده كلهم اباء البشريه الحاليه كلها.